ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ بقالنا كتير ما ردناش على اسئله واجوبه من الناس، فكان في سؤال مهم يعني. هو اتجاوب عليه قبل كده الحقيقه، بس يمكن انا ما وضحتش كويس يعني السؤال او الاجابه. فلان السؤال ده لقيته بيتكرر كتير قوي، وناس كتير قوي يعني بتسال نفس السؤال برضو كل مره رغم ان انا جاوبت عليه. فكان بالنسبه لي ان انا ارد على ال بيسموه ايه الاجابه العاديه. ثواني اتاكد المايك شغال عشان ما نقعدش نندم. تمام. فان انا اجاوب شورت صغير مثلا او كده، ممكن الناس ما بتكونش فاهمه يعني الدنيا ماشيه ازاي. بس البس النضاره. ولكن ان شاء الله النهارده هتجاوب على السؤال دوت عشان خاطر تعرف ازاي تدور على لينكد ان على شغل. فالسؤال هنا مكتوب بيقول: باشمهندس، بما انك اشتغلت في الاتنين الاشهر امازون ومايكروسوفت، ايه الافضل من حيث ان كجونيور الاقي شغل؟ ايه مثلا اللي موجود ليه فرص في مصر اكتر؟ لان بدور على لينكد ان ومش بعرف فين مطلوب في مصر. اعرف في كل الدول ما عدا مصر. يعني مش عارف، مش فاهم الستمنت دي عامله ازاي. فهل ده عشان ما فيش شغل ولا ايه؟ وحد تاني برضو كاتب برضو: انا لسه مخلص الجيش وانا خريج حاليا، خريج وحاسس ان انا على الابيض في المجال، وهو اندرويد ديفلوبر، فبس بفكر اسيبه واذاكر كلاود او داتا انجينير. تنصحني بايه؟ بص، هو كلاود والداتا انجينير حاجه واحده يعني. انت داتا انجينير لو انت اشتغلتها، انت في الاخر هتستخدم السيرفيسز اللي على الكلاود. يعني ممكن الكاستمر يبقى موجود في الاون بريميسز لوكال داتا سنتر، او بيوبريت او بيشتغل على الكلاود. فالموضوع ده مش هتفرق يعني، المهم انت عاوز ايه. طيب احنا هناخد السؤال الاولاني اللي هو بما ان انت اشتغلت في الاثنين الاشهر امازون ومايكروسوفت، ايه الافضل من حيث ان يبتدي الشغلانه كجونيور يعني. انا سبت الماركت بتاع مصر مثلا من حوالي 2017. فانا يعني مش ما عنديش معلومات قوي عن الماركت في مصر ماشي ازاي، بس هنشوف النهارده على لينكد ان مثلا، نشوف ازاي انا هدور كواحد لو انا عايز استكشف، عايز ارجع مثلا مصر وعايز ادور على بوزيشن يكون مفتوح، ازاي هعرف ادور عليه. والحاجه التانية كمان، ايه الريكويرمنتس، هل هعرف الاقي فعلا شغل، هل في فعلا شغل كلاود في مصر ولا لا. فده برضه ان شاء الله هنشوفه من لينكد ان، هجاوبك عليه دايركت يعني. ولكن انا دايما هتلاقيني في جمله مشهوره لما ناس كتير جدا بتسالني هل اذاكر امازون ولا اي دبليو اس، اي دبليو اس ولا مايكروسوفت ولا جوجل مثلا. ف هل دول يعني اني واحد الافضل لي بالنسبه لي وانا بادئ في الكارير وكده؟ الاجابه انه الثلاثه كلاود بروفايدر كلهم زي بعض. يعني ايه كلهم زي بعض؟ يعني مش هتفرق. طيب هي نفس فكره الاوبريتنج سيستم. مثلا في ناس بتحب تتخصص ويندوز، في ناس بتحب تتخصص لينكس، في ناس بتحب تشتغل على الماك بس، يعني هي ويندوز او لينكس في الانتربرايز بمعنى صح. ففي ناس بتشوف ان الويندوز ده افضل حاجه وبتاع ومش عارف ايه وكده اهوت، وفي ناس ثانيه بتفضل شايفه ان لينكس ده افضل حاجه. فهي اذواق يعني. لما تيجي تقول لي انا اكل ملوخيه ولا بطاطس او بتحب الملوخيه ولا المحشي، ففي حد بيحب ده وفي حد ما بيفضلش ده. في حد بيفضل الاكل المصري وحد ما بيفضلش الاكل المصري، وهكذا. ف نفس القصة امازون ومايكروسوفت وجوجل. اختار الكلاود بروفايدر اللي يريحك. ده دايما الاجابة المنطقية. يعني ايه؟ يعني لو انت، انا يعني قلت قبل كده في كذا مرة، لو لقيت ان في كورسات متاحة ل AWS خلاص، وانت مبسوط مع الانستراكتور وحاسس نفسك ان انت فاهم الكلاود بتاع AWS، ذاكر AWS. لو ذاكرت مايكروسوفت اسمه ده، حاسس ان انت مبسوط من الكورسات ومستمتع وبتحب التكنولوجي، ذاكر مايكروسوفت. لقيت في علي بابا كلاود، لقيت في جوجل كلاود، وهكذا. فالموضوع ما بيفرقش في النهايه. دول الثلاثه اللي هم بيسموها الهايبر سكيلر كلاود يعني، او اللي هم البيج اسمه ده كلاود بروفايدرز، هم اي دبليو اس ومايكروسوفت وجوجل. في تجربتي ما بين شغلي ما بين الاثنين، الحقيقه ان انت حتى لما بتيجي تقدم مثلا يعني انا لما جيت قدمت على امازون في وقت ما كنت اون بريميسز، شغال في اون بريميسز تكنولوجي، ما طلبوش ان انا اكون عارف ليه معرفه سابقه بالكلاود. خلاص، طبعا الكلام ده كان في 2016، فالموضوع طبعا الدنيا مختلفه والتجربه مختلفه تماما. ولكن كان ساعتها بيدوروا على ان هم يهيروا حد فاهم
فيرتشواليزيشن كويس. فانت في النهايه كلاود بروفايدرز كلها في النهايه هي قايمه على الفيرتشواليزيشن تكنولوجي. فانت عارف يعني ايه اصلا هايبر في مثلا، عارف يعني ايه في ام وير، عارف يعني ايه فيرتشوال ماشين، عارف يعني ايه اوبريتنج سيستم. الحاجات دي كلها موجوده عندك ولا لا؟ خلاص. الحاجه التانية كمان مثلا انه في النهايه لما تيجي تذاكر، لما جيت اشتغلت في اي دبليو اس ورحت عملت انترفيو في مايكروسوفت، برضو ما سألنيش حاجة عن مايكروسوفت اجر نفسه. ما جيش قال لي مثلا يعني ايه، او مثلا كاستمر جاي يعمل مايجريشن من اون بريميسز لكلاود هتعملها ازاي. الاجابه دي مش محتاجه تكنولوجي معينه. مثلا يعني انا بديك كمثال، انت محتاج اكتر تفكر في اللوجيك، هتفكره ازاي من ناحيه البيزنس، من ناحيه التكنولوجي، التك، لو انت على حسب الرول اللي انت مقدم جواها. فدي حاجه تانية. ان انت هو ما بيبقاش مهتم ان انت تبقى عارف كلاود بروفايدر معين، بقد ما انت يكون عندك خبره ان انت بتتعامل مع هايبر سكيلر او كلاود كومبيوتنج بروفايدر كبير مثلا، او ايا كان يعني كلاود كومبيوتنج بروفايدر انت اشتغلت عليه. فانت عارف يعني ايه كلاود، عارف يعني ايه السيرفيسز اللي موجوده عليه، عارف النتوركينج، الايدنتيتي، السكيورتي، في حاجات فيها في الداتا، في الاي اي، في مش عارف في الماشين ليرنينج، مش عارف الكلام ده كله، في الاب انوفيشن، في الكونتينرز، القصص دي كلها. والكلاود ده بيبقى جواه تخصصات، وده بيبقى على حسب حجم الشركه. يعني ايه على حسب حجم الشركه؟ هقول لك مثال مهم جدا، لان برضو الناس لما بتروح تسيرش على لينكد ان بتارجت البوزيشن، الاسم. يعني تروح مثلا تكتب كلاود انجينير او اجر كلاود انجينير او اي دبليو اس كلاود انجينير، فما يلاقيش مثلا حاجه. ولكن التفاصيل او الشيطان بيكمن جوه التفاصيل نفسها. ان هو هتلاقيه بيقول لك مثلا familiarity with AWS Google or اسمه ده GCP، او مثلا لو انت تبقى عارف واحد من السيرفيسز ديت، الحاجات دي كلها. فدايما هو ممكن ما يكتبكش AWS انجينير بس، ممكن تكتب كلاود انجينير يطلع لك حاجات كتير جدا. وده هنشوفه برضو ان شاء الله في المثال بتاع لينكد ان. فخلينا اديك مثال مهم جدا عشان تفهم الجوب اوبورتونيتيز ماشيه ازاي في مصر، او الدنيا ماشيه ازاي في مصر من ناحيه الكلاود. وده تحليل يعني عليه خطأ برضو، يعني ممكن حد يصلح لي لو هو شغال في مصر في الكلاود والحاجات دي كلها، برضو ممكن يصلح لي. تعامل مع عملاء في مصر طبعا من الكلاود والحاجات دي كلها كان في الرول القديمه، ولكن انا بشوف ايه اللي من وجهه نظري شخصيه. يعني هتلاقي دايما ان في يعني كاستمر كده، او مثلا شركه يعني تطلب منك لو سمحت احنا عاوزين حد بيعرف كودينج ويعرف اي دبليو اس وبيعرف او جوجل او اجر، وبيعرف مش عارف اسمه ده ديف اوبس، وبيعرف مش عارف كذا وكذا الكلام ده كله. تلاقيه عامل لك لوكشه كبيره قوي كده ان انت المفروض تعرف تعملها. وده هتلاقيه تقريبا في الحاجات دي موجوده كتير قوي في مصر. يعني ان هو بيحط جايب لك اللي هو الراجل اللي بيعمل كل حاجه، هو ده بيعرف الكلاود انجينير، هو بالنسبه له شايفه كده. طب هو ليه بيعرف الكلاود انجينير بالنسبه له شايفه كده ان هو لازم يكتب كود ولازم يعرف كلاود الاثنين؟ عشان هو معهوش فلوس. بس هي دي الفكره. انت النهارده في مسلسل اسمه ذا بير، ذا بير، بي فور بوك، اي ار. ده كان بيتكلم قصته عن واحد بيقوم البيزنس، يعني اخوه مات فهو بيقوم البيزنس بتاع اخوه، وهو عندهم مطعم، فهم يعني ايه من ايطاليا، او ايطاليا تقريبا. وهو جاي ايه يعني يشتغل في مطاعم كبيره جدا. فحسب ان هو يعني ورث اخوه جه يشتغل في المطعم دوت. فابتدى ان هو عنده بادجت قليله، ارباحه قليله جدا، فبيجيب كذا واحد يعمل كذا حاجه مع بعض. فاحنا لو خدنا مثال الاكل ده، لو انت مطعم صغير، لو انت عربيه فول مثلا او مطعم صغير خالص، هتجيب واحد انت عاوزه يعمل كل حاجه، يغسل الاطباق، اسمه ده يعمل الخلطه بتاعه الفول، يقدم للناس، يتكلم مع الناس، ويبيع وكل حاجه. فهو مفيش هنا تخصص. ليه؟ لان هو البادجت بتاعته قليله. واحد واقف بعربيه فول، فطبيعي انا مش محتاج ان واحد بيغسل واحد بيعمل، رغم ان ممكن الكواليتي ما تبقاش احسن حاجه، او الجوده بتاعتك ما تبقاش احسن حاجه، طريقه التقديم نفسها مش احسن حاجه، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، ولكن هي دي الامكانيات بتاعتك. نفس القصه لو كبرنا المطعم شويه، هتلاقي بقى فيه تخصصات اكتر. بقى في واحد مسؤول عن غسيل المواعين، في واحد مسؤول عن اسمه ده مش عارف تسويه الفول، واحد تاني مسؤول عن هو يعمل اسمه ده الخلطه وبتاع، واحد تالت هو مسؤول يعمل السندوتشات، وفي كاشير قاعد بره بياخد منك الاوردر، وبعد كده يبتدي تبتدي تروح
يعني تديله الاوردر دوت ويعمل لك الحاجه. لو كبرنا شويه قلنا بقى مطعم كبير او فندق وهكذا، يعني هتلاقي انه بقى لا ده بقى فيه بقى ستاف، شيف ومساعد الشيف ومش عارف ايه، وواحد بيعمل كذا وواحد كذا. عشان كده انا بقول لك روح اتفرج على المسلسل دوت عشان خاطر تفهم البيزنسز بتدار ازاي وهي بليميتد بادجت او ببادجت قليله، او انا معيش فلوس كتير فما اقدرش اعمل الكلام دوت. نفس القصه في الاي تي. الاي تي بالظبط، المثال اللي انا بقولك عليه ده هو بالظبط اللي انا شفته. في حاجه اسمها السيجمنتس بتاعت الناس اللي بتستخدم كلاود. انا طبعا بالنسبه لي لو بسميهم من ناحيه مايكروسوفت ككاستمر يعني او كعميل، ففي حاجه اسمها السمول اند ميديوم سيجمنت اللي هم الناس الصغيره والمتوسطه، وفي الايه الانتربرايز. في طبعا كوربريت، في انتربرايز، وفي اللي هو بقى حاجه اعلى كمان يعني. في حاجات اعلى من الانتربرايز يعني حاجه كبيره خالص. فالنهارده انا لو رايح على شركه خلاص عندي مثلا 10 سيرفيسز على الكلاود، قبل كده قلت مثلا عندي 10 في امات، مش عارف مثلا واحد كوبرنيتس كلاستر، مش عارف ايه سكيورتي، في داتابيز ماي اس كيو ال، مش عارف ايه الكلام ده كله. انا بالنسبه لي الحجم الكلاود انفراستراكشر دي مش محتاجه تيم يديرها. ليه؟ لان هو في النهايه انا هجيب واحد ديفلوبر مثلا او 2 ديفلوبر فرونت اند وباك اند ومش عارف ايه الكلام ده كله، هم يديروا لي القصه دي كلها ويبقى هو عارف كلاود. فانا معيش فلوس ان انا اعين واحد كلاود انجينير يدير لي السيرفرات ديت. لكن فهتلاقي كلاود انجينير ده مسمى جينيريك خالص، ولكن كل شركه بتحط كلاود انجينير ده على حسب يعني متطلباتها ايه. فانت عشان كده دايما اقول للناس ما تروحش تبص على المتطلبات بتاعت او اسم البوزيشن بقد ما انت تتفرج على الكلاود بوزيشن نفسه. البوزيشن نفسه عامل ازاي، الشركه حجمها عامل ازاي، اسمه ده السيرفيسز يعني اللي طالبها ايه الحاجات الموجوده دي كلها. لو حط كودينج ريكويرمنتس، لو حط انت مثلا تعرف دوت نت ولا تعرف اسمه ده جافا ولا يعني كان لغه البرمجه اللي هم عاوزين يستخدموها، فساعتها هنا اعرف ان دي كلاود ديفلوبر، ده واحد ديفلوبر ويكون عاوز بس معروف بباك جراوند بتاعك، يبقى عنده باك جراوند بسيط عن الكلاود، يعرف ازاي يدير الانفراستراكشر، يعرف الكلام ده كله. لان الكلاود نفسه مش معقد ان هو يتعامل كده لما بتكون الانفايرمنت صغيره. طيب انا اشتغلت مع الناس دي كتير، اشتغلت مع حاجات زي كده، فدايما بيبقى عندهم الدنيا متخرطه. سايبر سيكيورتي فيها مشاكل، الايدنتيتي فيها مشاكل، الهاي افيلابيلتي، الديزاستر ريكفري مش معمول مظبوط. هو مقوم الحاجه كده زي ما بيقولوا ايه كده، اللي هو انا ما عنديش خبره كبيره بس انا ايه اللي هو قشطه انا قومت الدنيا كده فاهم بالمحبه. فهو ما عندوش بادجت، ما عندوش مثلا بارتنر يشتغل معاه، ما عندوش حد يشتغل معاه، فهو دي البادجت بتاعته. فعشان كده هتلاقي ان هو لا شاطر او هو مش مريح موظفينه، فلا الموظف الديفلوبر مبسوط ان هو بيعمل حاجه بتاعت الكلاود انجينير، ولا هو يقدر يعين حد يسهل عليه في الكلام ده كله. فدايما بتبقى الدنيا فيها بايظه وبيزقوا الدنيا مع بعض وخلاص. عشان كده دايما هتلاقي ده مطلوب منه كتير. فهل كلاود انجينير محتاج يعرف لغه برمجه لو عاوز تشتغل في مجال الكلاود في مصر؟ لان طبعا في مصر انت التكنولوجي زي بالظبط بتبيع يعني ايه، كانك كلاود التكنولوجي بالذات بتاعت الكلاود كانك بالظبط ايه بتبيع ايفون في الصحراء، فاهم؟ فانت مش كل الناس هناك بتستخدم او في مصر بتستخدم كلاود. فطبعا الوظائف مش بنفس كمية الوظائف اللي هتبقى موجودة في اوروبا او في الامارات او في جنوب افريقيا او في الدول اللي هي تعمل فيها ريجنز وتعمل فيها ادابشن في الكلاود والكلام ده كله، في امريكا طبعا. فالموضوع مش سهل. ولكن هل هو موجود؟ هو موجود، وفي شركات كبيرة موجودة، في شركات موجودة كبيرة، وفي تخصصات موجودة، في تخصصات موجودة. بس ممكن يطلب سينيور بوزيشن، وده للسبب التاني. السبب التاني ايه هو؟ مش بس البادجت بتاعته، عدد الناس. لو احنا نفترض ان في 1,000,000 واحد بيقدموا على وظائف في الاي تي، طبعا في ناس كتير جدا منهم بتهري السيفيهات، بتبقى اي كلام، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، مش كواليفايد اصلا، او ممكن يكون الانجليزي بتاعه اي كلام، او في حاجات كتير جدا هتبقى ليها اسباب، او ما عندوش خبره، او بيكذب، او هتلاقي انه مثلا، وفي ناس مثلا سينيورز مش مبسوطين في شغلهم، عايزين يدوروا على شغلانه تانية، موجودين جوه مصر، فطبعا هو عايز يطلع للاوفر الاعلى والاوفر الاعلى والاعلى، او ياخد خبره في مكان تاني وهكذا. فطبيعي انت بتكمبيت، او انت بتنافس مع الناس ديت، بتنافس مع الناس اللي هي مثلا يعني مثلا لما يجي حد، انا عندي دلوقتي حجم الوظائف مثلا ممكن تبقى 200 300 وظيفه هي اللي موجوده في الكلاود، ممكن تكون اقل بكتير، انا بس بقول رقم كده يعني ايه اعتباطي اربايتي يعني. فانا لو بدور على، لو انا فاتح مثلا 100 بوزيشن بس هي دي كل الشركات اللي بتطلب في حاجه زي كده،
ففي بتاع مليون واحد بيقدم عليها، طبيعي هختار او هفرز يعني احسن واحد فيهم. ان ما لقيتش سينيورز، او لو انا بعين في جونيورز، فانا لازم اعين في واحد جونيور يكون خريج بقى جامعه، مش مثلا جامعه امريكيه ولا كنديه ولا ما لقيتش الناس دي قدمت عندي، فهبتدي اشوف اقل شويه. يعني ايه؟ هيبتدي يشوف بقى الحاجات اللي هي مثلا حد خريج جامعه عين شمس، حد معاه ITI، مش عارف ايه الكلام اللي هو الايه اللي احنا بنحب دايما نشوف من الشهادات اكتر من الانترفيو نفسه. فدايما التركه دي عشان اعرف اطلع منها، مثلا في ايام انا وانا بشتغل في حته في الكارير ديت، كنت دايما بدور على ان انا ازاي اشتغل ببلاش. لو في حد هيقدر يشغلني ببلاش كنت بعمل دوت، لحد ما نجحت ان انا خدت رول او بوزيشن قعدت فيه حوالي سنه ونص بتعلم منه كتير جدا جدا جدا، بس معيش فلوس. فكنت طبعا والدي ساعدني في الفتره دي، وكنت باخد مصروف فلحد لما جالي بوزيشن ان انا اتعين مع الشركه دي، وبعد كده جات لي بقى HP و AWS ومايكروسوفت وهكذا. فالفكره كلها ان انت عشان تقدم على شركه في مصر تخش في مجال IT، دايما قلل طموحاتك شويه. مش لازم النهارده ان انا وانا بشتغل او بذاكر كلاود انجينير، او ان انا ابقى كلاود انجينير، ان انا اشتغل كلاود انجينير. ما اعتقدش ان انت هتعرف تجيبها من اول مره، لان انت ما عندكش اي خبره في الكوميونيكيشن سكيلز مثلا. مش عارف يعني ايه مش عارف يعني ايه انفراستراكشر، مش عارف يعني ايه سيرفرز، مش عارف يعني ايه اوبريتنج سيستم، في حاجات كتير جدا. فانت ممكن تشتغل وظائف اقل، يعني انت هتفضل تحاول تابلاي وتقدم، وبعد كده لو جات لك وظيفه تبتدي ان انت اسمه ده ان انت تقدم عليها. لو عندك بقى فرصه ان انت تسافر بره، طبعا ده الافضل ان انت تشتغل بره. يعني لو انت عندك الكواليفيكيشن بتاعه الكلاود، عندك الحاجات دي كلها، سهل جدا ان انت تلاقي شغلانه بره. اي نعم برضو المرتبات ما بتبقاش احسن حاجه للجونيورز، ولكن انت في النهايه هتبقى انت كجونيور يعني ما بتدورش على الفلوس يعني، بمعنى صح. خلاص، بس انا اتمنى يكون الحته دي وضحت ان مساله العرض والطلب دي يعني ايه مهمه جدا، فاهم؟ بالنسبه للسؤال التاني، هو انا مش لاقي او انا مش فاهم ايه المطلوب. انا اعتقد ان انت يعني انا ما اعرفكش شخصيا، بس انت يعني ايه ما عملتش الجزء اللي عليك او السيرش او البحث بتاعك بشكل مظبوط. يعني انا بحس ان انت لانه طالما انت مش فاهم البوزيشنز نفسها، هل انت بتسيرش زي ما انت كده بالتايتل بس، ولا هل انت بتقرا المتطلبات بتاعه الوظيفه وفاهم الوظيفه؟ ففي حاجه تانية برضو مشكله كبيره جدا عند الناس بتقدم على اي وظيفه وخلاص من غير ما تفهم البوزيشن ده بيشتغل في، انت شغال في اني ماركت، ايه نوع الكاستمر دوت، الكلام ده كله، البوزيشن ده عباره عن ايه، انا المفروض هشتغل مع اني تيم. الحاجات دي كلها الناس بتقدم وخلاص، اي حاجه بتايتل كذا يلا انا هروح اقدم فيها. وبالتالي برضو انت لو مش فاهم الريكويرمنتس ده جزء كبير قوي بالنسبه لي. يعني لو انت مش فاهم الريكويرمنتس الموجوده في الوظيفه، معناها ان انت لسه بعيد خالص عن ان انت تشتغل. لانه انت واحده من حاجات ان انت مقدم على وظيفه، معناها ان انت عارف انت بتقدم على ايه. لكن انت لو مش عارف انت بتقدم على ايه او بتقدم على تايتل بس، فده معناها ان انت مش فاهم المجال خالص. فالموضوع بالنسبه لك يعني صعب، او موضوع بالنسبه لك انت محتاج لسه تتدرب على الوظائف دي كلها. ف الماركت بتاعت مصر بقى تقول لي لا انا شفت وظائف بره مصر، عشان وظائف بره مصر الشركات اكبر. في برضه شركات صغيره وفي شركات كبيره، بس الاغلب الشركات الكبيره هتلاقي ان هي بتطلب بقى تخصص واضح، نتوركينج انجينير مثلا في الكلاود كومبيوتنج، او واحد بتاع سايبر سيكيورتي للكلاود كومبيوتنج او لمايكروسوفت اجر. فده هيبقى عاوز تكنولوجي معينه، عاوز اسمه ايه ده سيرتيفيكيشنز معينه، عاوز الحاجات دي كلها. عاوز واحد بتاع مايكرو سيرفيسز فيبقى عارف AKS ومش عارف ايه، او كوبرنيتيز ايا كان بالتكنولوجي بتاعته والحاجات دي كلها. لكن انا اغلب الناس اللي يعني ساعات بتكلم معاها هي اصلا مش عارفه الفرق ما بين الفي ام والفيرتشوال ماشين والكونتينر. مش فاهمه ان الكلاود ده في النهايه فيرتشواليزيشن سوفت وير، هو مبني على كل اللي انت شايفه قدامك ده. يعني مايكروسوفت هايبر في النهايه هايبر في الهايبر في ده السوفت وير بتسطبه على الاوبريتنج سيستم، بيبتدي يقسم الهاردوير ويعمل لك اجهزه وهميه بنسميها الفيرتشوال ماشينز او الفي امز. السوفت وير ديفاين نتوركينج، الحاجات اللي معموله بيها الفيرتشوال نتورك والفي بي سيز والحاجات دي كلها برضو نفس القصه. يعني الحاجات دي كلها في النهايه فيرتشواليزيشن تكنولوجي. الكونتينر ما هو الا سوفت وير بيترن فوق طبعا يعني الهايبر في او الهايبرفايزر او الفيرتشواليزيشن
او التراديشنال فيرتشوال ماشين، يعني السوفت وير بتاعها بيتعامل مع الهاردوير دايركت، فهو بيقسم السي بي يو دايركت والنتورك والديسك والحاجات دي كلها. اما الكونتينر بيقسم الاوبريتنج سيستم نفسه، وده اللي بيخليه ان هو لايت ويت وسريع، وان هو اسمه ايه ده، بتقدر تحط اكتر من ابلكيشن على نفس الاوبريتنج سيستم، ولكن الايزوليشن بتاعته مش افضل حاجه، السكيورتي محتاجه ان انت تبقى فاهمها كويس والكلام ده كله. ولكن الفي ام بتبقى فولي ايزوليتد وبترن اوبريتنج سيستم كيرنل، وبتقدر ترن ويندوز ولينكس وحاجات زي كده. فانت تعرف الفروقات دي ممكن ترجع لكورس بسيط خالص تعرف يعني ايه فيرتشواليزيشن، الحاجات دي كلها مش لازم تاخد الكورس لحد اخره، ولكن تفهم عشان تعرف ان الفيرتشواليزيشن دي، او لما تقول تذاكر اجر فيرتشوال ماشين يعني ايه فيرتشوال ماشين، يعني ايه القصه جت منين، الحاجات دي كلها. وانا يمكن شرحت الحاجات دي كتير قوي في القناه بتاعت اسمه ده كلاود وذ مو. طيب خلينا نروح على لينكد ان ونشوف القصه ديت. انا معايا اللابتوب هنا اهو، خلينا نبتدي. بص يا سيدي، انا هنا كتبت كلمة كلاود انجينير وكتبت ايجيبت خلاص. فلقيت هنا مثلا بيكتب لك على الناحية الشمال هنا كده اهو الساعة بتاعتك. دي شركة تقريبا بره مصر، لان هو انت هتسبورت اي 100. الساعة بتاعتك من $62 ل $120 حسب الخبرة بتاعتك، وده كونتراكت شايف. وبعدين هنا كاتب لك البوزيشن نتورك اند كمبيوتر سيستم ادمنستريتور، وفوق هنا كاتب لك برضو كلاود انجينير. شايف انا بس اللي بقول لك على ايه لما الشركه بتكبر في التخصصات. وبعدين هنا بيقول لك ان ده كونتراكت يعني فول تايم اور بارت تايم فليكسبل انجيجمنت. وبعدين هنا يبتدي يديك ايه ريكويرمنتس خلاص. ده ديك سوفت، ده كلاود انجينير اهو. انت بتمنتين الانتربرايز كمبيوتر نتورك سيستم سوفت وير اند ابلكيشن كونفيجريشن، perform regular data backups، تعمل باك اب وديزاستر ريكفري اوبريشن، ده بتعمل ترابل شوتنج وتريزولف الهاردوير والسوفت وير. فواضح ان هم عندهم اون بريميسز انفراستراكشر والحاجات دي كلها. لو انا نزلت هنا تحت هتلاقي بيقول لك الريكويرمنت سترونج ريكويرمنتس، ده سبيسيفيك جدا. تعرف امازون اي سي 2، باك بورد سوفت وير، سيرفيس ناو، اباتشي، كافكا وهكذا. انا ما اعرفش اباتشي مافين ده ايه، فاهم؟ فدي حاجات تكنولوجيز تانية. strong experience with scripting and automation using PowerShell, Bash and Unix shell. فواضح ان دي environment ايه. شايف familiarity with تومكات، تبقى عارف بس يعني ايه ASP.NET تومكات، فاهم؟ نود جي اس، مش عارف ايه الكلام ده كله. strong experience administrating Microsoft Windows Server and Red Hat، يعني ده عاوز واحد يبقى عارف الاثنين، فاهم؟ فدي شركه صغيره وش حتى دي مش شركه كبيره يعني. طبعا هو اختار ان هو يبقى عارف ده وده، دي شركه صغيره. فدي مثلا اهو ده مثال خلاص. هنا ده طلب ستريت، ما قالكش انا كلاود بروفايدر، قال لك انا عايز اي دبليو اس. حد تاني هنا سينيور كلاود انجينير في يو كي، فهتلاقي برضو شايف في بتاع كام واحد اكتر من 100 واحد قدموا على البوزيشن ده. فوق هنا ابتدى يقول لك اهو والله برضو نفس القصه، يديك الجوب بتاعتك. وبعد كده هنا ايه الحاجات اللي انت المفروض تعملها، تبقى عارف يعملوا جيسون work closely، ما بتشتغل مع customer facing، تعرف حاجه اسمها build cloud and on-prem APM and logs وهكذا. فتبتدي تقرا. بس طبيعي هنا شايف هنا مثلا ده كلاود انجينير ما طلبش تكنولوجي معينه، فده معناه ان هو ممكن يبقى AWS، جوجل، اجر، ايا كان بقى. ممكن عنده اكتر من كلاينت، عنده اكتر من كلاود بروفايدر فيأسرنك عليهم يعني. الموضوع دوت اسمه ده يعني ايه، براحة الكاستمر. هنا اهو هنا مثلا عندك ديلويتس مثلا طالبه اسمه ده ديف اوبس انجينير. شايف هو كتب لك ايه هنا، as a cloud engineer you will work with realize مش عارف ايه the ultimate and infrastructure network configuration automation and deployment for AWS GCP/Azure. خلاص. contribute to build، دول هيشتغلوا على 3 cloud provider. فهنا شفنا طالب مثلا انك انت تبقى عارف 3 cloud provider، ده senior position على طول. لما تشوف كده ده senior position، senior cloud engineer، انك تبقى عارف 3 cloud providers خلاص. وفي حاجه كمان senior cloud engineer site reliability engineer. فهنا طلب بقى منك مثلا expertise في Windows Server و databases وهكذا، فاهم؟ فالجوب ديسكريبشن واضحه جدا وشرحه نفسها. كاتبين هنا مرتب، المفروض طبيعي انت بره يعني بيكتب لك المرتب والحاجات دي كلها، فانا مش كاتب لك، بس هو المفروض يحط لك المرتب يعني. نفس القصة هنا مثلا عندك برضو شركة تانية lead Azure Systems Engineer، ده عايز Azure.
طيب تعال نشوف ده. بيقول لك ايه يا سيدي؟ الاكونتابيلتي طبعا انا بس بحاول، انا بجري بسرعه، المفروض احنا نقرا اكتر من كده يعني، ولكن هنا شايف design and deploy Azure infrastructure component including computing storage networking and security services. فده انت عارف، تبقى عارف administrator cloud solution architect الحاجات دي كلها. build and manage hybrid cloud native system using infrastructure as code. فاحنا عايزينك تبقى عارف such as، شايف هو ما حددش، تبقى عارف تيرافورم او بايسب اللي هي بتاعت Azure او ARM template اللي هي بتاعت Azure Resource Manager. implement automated deployment using GitHub Actions, Azure DevOps or Ansible. فتبقى عارف GitHub او تبقى عارف Azure DevOps. support cloud modernization and migration. فاول ما يقول cloud modernization على طول هتلاقي كلمه containerization and Kubernetes تحتيها، خلاص من غير ما ايه، من غير ما نبص. فهنا شايف بقى ايه المتطلبات: 5 سنين خبره في system engineering infrastructure management مش عارف ايه الكلام ده كله. proficiency يعني انت هنا كمان محتاج بس مش كلاود بس، لا ده انت كمان تبقى عارف on premises network. فعشان كده بقول دايما نرجع شويه للايه، للحاجات القديمه. proficiency في كذا عشان ده ماركت بتاع مصر. hands on experience في both Windows and Linux. deep knowledge of Azure networking، تعرف يعني ايه networking والانترو اي دي وسكيورتي والحاجات دي كلها. ده انا والله ممكن ارجع مصر. شايف هنا كاتب لك ايه السالري كام؟ السالري 140 الف اسمه ده دولار في السنه. فده محترم جدا ده يعني، فاهم؟ لوز اللوز. فهو فاكيد لما يكون عايز حد زي كده هيبقى عايزه بيطير طبعا، هيدفع له مرتب كبير في مصر يعني. سينيور كلاود ديف اوبس انجينير في كوكاكولا وهكذا. هتلاقي برضو بيتكلم هنا، شايف هنا سبيسيفيك اهو اجر، في هنا مايكروسوفت اهو اجر. لازم تبقى عارف هنا يعني، بيقول لك بقى هنا يعني لو معاك السيرتيفيكيشنز دي ديف اوبس انجينير، معاك ادمنستريتور طبعا كورس الادمنستريتور اللي انا شرحته لكم، سولوشن اركتكت تبقى عارف تيرافورم، معاك كوبرنيتيز. فدي السيرتيفيكيشنز، ولكن في النهايه برضو ما تجهلش الحاجات اللي مطلوبه هنا، فاهم؟ انا خليها اوقف لك شويه كده عشان تبص عليها. بس وهكذا. فانت هتلاقي هنا كميه وظائف اهو، كلاود كلاود كلاود. انت بقى النهارده لو ما لقيت نفسك مش عارف الحاجات دي، يعني لو انت مش عارف الحاجات دي ممكن تعمل ايه بقى؟ تعمل حاجه بسيطه جدا. هتاخد الكلام ده كده، او خلينا نرجع للرول الحلوه اللي هي اللي ب 140 الف دي. لو خدنا هنا كده نعمل لها كوبي خلاص، وهنروح على كوبايلوت ونقول له explain what should I study here for this role. بس كوبايلوت هيعمل لك رود ماب، فاهم القصه؟ اهو هيقسمها لك هنا كور انفراستراكشر تو برايورتي، تبقى تعرف يعني ايه في امز ويندوز او لينكس. لينكس في ام سكيل سيت اجر اب سيرفيس كونتينر، حتى اقسمها لك كتكنولوجي جوه اجر المفروض تذاكر ايه. انفراستراكشر از كود قال لك ايه الحاجات المفروض تعملها. البايسب المفروض تبقى عارف ايه، وهكذا. هل هنا شايف ده اداك رود ماب كامله؟ فهنا يقدر بقى يقول لك بص انا ممكن اعمل لك والله بيرسوناليزد ليرنينج بلان ل 12 لمده 6 شهور. بليز create that plan. اوبس كتبنا بلان غلط. فهيحط لك ال 12 ويك ويقول لك ذاكر ده كذا واعمل كذا واعمل كذا، بدل والله يعني هو بيجاوب احسن 100 مره من اي بني ادم. فاهو يعني انا بس بوريك كمثال يعني ان انت تدور فين وتعمل ايه. طيب انا مش حاسس ان انا لسه ما عنديش الخبره الكافيه في الكلام دوت، اقوم ناقل على طول على سيستم ادمنستريتور. سيستم ادمنستريتور اللي هي التكنولوجي القديمه سنه، بس حتى السيستم ادمن دلوقتي بقى كمان شايف برضو عايز امازون اي سي 2 مش عارف ايه مايكروسوفت باور شيل. فانت ما بين مايكروسوفت شايف هنا قالك ايه، شايف الحته دي كلاود اور سيستم سيرتيفيكيشن اي دبليو اس مايكروسوفت ريد هات. فانت ده بريفيرد طبعا يعني بالنسبه له بريفيرد يعني يستحسن يكون عندك ده، لكن لو ما عندكش مش مشكله. هتلاقي هنا فيه اهو جوجل كلاود ادمنستريتور نفس القصه اهو، شايف بيقول لك تعرف ايه، بس هتلاقي فيه. طيب انا مش عارف انا وقفت فين والله الصراحه، لان الريكوردينج وقفت. ده مصيبه لو انا كنت قاعد بكلم كل ده نفسي وما مسجلش. لا الله يا فواز.
فيعني انا بس قلت هنعمل الديمو ده سريعا، ولكن ده لينكد ان انا لازم رحله لينكد ان دي ان هي يكون فيها دايما يعني انا افهم الدنيا ماشيه ازاي، ايه الحاجات دي كلها، افهم عن الوظائف، اشوف اقلل الوظيفه لو انا ما جاتليش. بس مهم جدا ان انا لو ما جاتليش اي وظيفه انه ان انا اشوف الوظيفه اللي اقل منها، ابني نولج اكتر، شوف السوق ماشي ازاي. فكره بقى حته السبوبه دي، انا يعني ايه مثلا هنا اهوت، انا بس عايز اكتب حاجه هنا برضو ان هو مثلا how to become a cloud engineer in Azure. فهو هنا هيديك رود ماب، يعني هنا هيديك يقولك اتعلم يعني ايه كومبيوت، اتعلم يعني كذا. طبعا انت هنا كمان ممكن تديله كونتكست اكتر مثلا. خلاص، فانا هنا هقول له مثلا this one seems complicated, I need more fundamentals before going to study or before going ايه بس ايه العرف before studying Azure. المفروض يقولك بقى نتورك بلس والفيرتواليزيشن والقصص دي كلها اهو. نتوركينج فاندمنتالز، اوبريتنج سيستم ويندوز او لينكس، بيسك سكيورتي كونسبتس، فيرتواليزيشن كونسبتس، شايف، وهكذا. بعد كده تخش بقى هنا بيقولك تخش بقى على فاندمنتالز. شايف هو نفسه هو، انا بس عشان بكدبش عليك، اي خش في اي حاجه AWS Azure GCP all equal، كل الحاجات دي في الفاندمنتالز حاجه واحده. فالرد على اجابه سؤالك عشان بس نقفل الكونكلوجنز ديت، ان احنا يا جماعه مفيش كلاود بروفايدر معين افضل من كلاود بروفايدر معين تاني، غير ان انت لازم تكون بتفضل ان انت تشتغل في الكلاود بروفايدر دوت او بتحبه وانت باشنت عليه. الحاجه التانية هل اشتغل AI انجينير ولا كلاود انجينير ولا داتا انجينير ولا سكيورتي انجينير، واني الافضل فيهم؟ برضو ده قرار راجع لاختياراتك، وكلهم فيهم وظائف. فاللي حد يجي بقى يقول والله لا ده انت المفروض تشتغل في كذا او تشتغل في كذا، انا دايما من مدرسة دور على حلمك، دور على اللي انت بتحبه، دور على اللي انت عايز تشتغل فيه فعلا، مش فكرة السبوبة وان انا اسمه ده ده انا عارف ان دول بياخدوا مرتبات عالية وبتاع. لو انت مش شاطر مش تاخد مرتبات عالية ومش هتعرف تشتغل اصلا. هل ال AI هيبدلنا؟ والله الله اعلم. في علم الغيب انا شايف ان ال AI طبعا powerful tool وكل حاجة، ولكن استخدامنا لل AI مهم. طبعا الكلام ده سمعتوه كتير، انك تستخدمه كمستخدم عادي، تستخدمه زي ما انا بعمل كده اهوت. مثلا لو شفت حاجة في كوبايلوت، لو شفت مثلا تبعت بيه ايميلات، تستخدمه وتكتب بيه كود تانتجريت مع ال AI. لو انت عايز تتعلم بقى السيرفيسز الموجودة على Azure زي AI Foundry وازاي تستخدم الاي بي ايز والكلام ده كله، ازاي تعمل راج، ازاي تعمل فاين تيوننج، ازاي تستخدم الاي اي ايجنتس، ازاي يعني ام سي بي، ازاي تكونكت اكسترنال اي اي ايجنتس، كل البلا بلا بلا الكلام دوت. مش محتاج تخترع ككلاود انجينير، ولكن اكتر ان انت بتعرف ازاي تستخدم الكلام ده كله، ازاي تعمل هاي افيلابيلتي، ازاي تعمل سكيورتي للموديل، تعمل موديل ايفالويشن، كل الكلام دوت. في رغي كتير يعني. بس انت لو اتعلمت برضو، يعني مثلا لو انت بتستخدم فاوندري النهارده، رحت جيت نقلت على امازون بيدروك، هما في النهايه ال LLM كونسبت واحد، يعني فاهم، الاي بي اي شكله واحد، الفريم ورك اللي انت هتستخدمه واحد. فانت يعني تستخدمه بقى على جوجل، على AWS، على مايكروسوفت، ده مسميه فاوندري، ده مسميه مش عارف بيدروك، ده مسميه فيرتكس، واحد مسميه كوبايلوت، التاني مسميه تشات جي بي تي، التالت مسميه جيميناي. في النهايه هو لارج لانجوج موديل، وفي منهم جنرال بيربس موديل زي الحاجات اللي احنا بنسالها دي، وفي السبيشالايز موديلز زي الكودكس والامبيدنج موديلز والكلام ده كله. امتى تستخدم ال 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 الكلام دوت، وايه الفرق بين الايجنتس وال LLM العادي والحاجات دي كلها. بس فعشان بس ما طولش وقت الفيديو، هو كده كده طول، ولكن انا بس كنت عاوز يعني استرس على حتة الشغل ازاي تدور عليه. واتمنى يكون الفيديو ده كان يعني مفيد بالنسبة لك. يلا، السلام عليكم.